اليوم احتفلت بحفل توقيع مجموعتي الشعرية نصوص غريبة. هذه المجموعة الشعرية البكر التي صدرت مؤخرا عن اتحاد أدباء الكتاب السوريان، وأيضا صدرت عن مطبعة دار ماشكي. حقيقة هذه المجموعة أخذت مني 3 سنوات لكتابتها وطباعتها، وأخذت مني جهدا كثيرا كونها كانت تضم قسمين. القسم الأول هو باللغة العربية، قصائد باللغة العربية الفصحى، وأيضا القسم الثاني هو قصائد بلغة السورث. وأعتقد هذه أول مجموعة شعرية تصدر بلغتين مختلفتين. حقيقة كان حضور بهي، أسعدني كثيرا. احتفلت معهم بحفل التوقيع، وأيضا استمعت لشهادات قيمة حقيقة نقدية ودراسة أيضا عن المجموعة. سأحاول أن أعالج بعض الأمور التي ذكرت من خلال هذه الشهادات والدراسات. شكرا لكل الحاضرين، وشكرا لكل من ساندني حتى أكمل هذا المنجز الأدبي الذي أصبح مطبوعا اليوم. وشكرا لقناة العراقية السريانية لحضورها معنا وتغطيتها لهذه الاحتفالية. يقيم اتحاد الأدباء والكتاب السريان حفل توقيع للمجموعة الشعرية نصوص غريبة، والتي تتضمن نصوصا باللغة العربية واللغة السريانية للشاعر الشاب برزان عبد الغني. سنعرف برزان عبد الغني. برزان عبد الغني جرجيس، الاسم الأدبي إنليل عبد الغني، من مواليد 1991، شاعر يكتب باللغة العربية ولهجة السورث اللغة السريانية، إعلامي ومذيع ومقدم برامج في إذاعة صوت السلام بغديدة، عضو اتحاد الأدباء والكتاب السريان، شارك في العديد من المهرجانات الشعرية في نينوى وبغداد وأربيل ودهوك والديوانية، منها مهرجان جواهريون للشعراء الشباب، مهرجان النفر الثقافي. أدار وقدم الكثير من المهرجانات الشعرية التي أقامها منتدى بغداد الأدبي، فضلا عن مهرجان أمل الإبداعي الثاني، حفل افتتاح مقهى دقشاش الثقافي، مسرحية يسجودو في فرقة مسرح قرقوش، حفل توقيع كتاب لاهوت أفراهات الحكيم في المقال 17، الجلسة الأدبية التي أقامها اتحاد أدباء نينوى في مدينة الموصل، حفل توقيع كتاب محرقة بغديدة. اختيرت قصيدته وانا بشنثي بالسورث للترجمة والدراسة في جامعة كامبريدج بريطانيا. تمت استضافته من قبل من العديد من الفضائيات للتحدث عن سيرته الأدبية، منها القناة العراقية السريانية، قناة إشتار الفضائية، قناة سورويا. نشرت قصائده ونتاجاته في الكثير من المجلات والصحف التي تصدر باسم أبناء شعبنا الكلداني السرياني العاشوري. لديه الكثير من النصوص الغنائية والتراتيل الملحنة والمرتلة. شارك في أكثر من 7 دورات إعلامية في محافظتي أربيل ونينوى. حاز على عدة شهادات تقديرية في مجال الأدب لمشاركته في الكثير من المهرجانات الشعرية ومجال الإعلام، من معهد صحافة الحرب والسلام IWPR، ومنظمة الهجرة الدولية IOM، ومنظمة جسر إلى UPP، ومنظمة CRS. لديه أكثر من 500 تقرير صوتي وحوار إذاعي حول السلام والتعايش وحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الأقليات والمهجرين، فضلا عن التقارير الرياضية. لديه مجموعة شعرية بعنوان نصوص غريبة تتألف من أكثر من 35 قصيدة باللغة العربية الفصحى والسورة، صدرت عن مطبعة ماشكي واتحاد الأدباء والكتاب السريان. ويوم أمس حاز على المركز الثالث في مسابقة بغديدة تكتب للقصة القصيرة عن القصة القصيرة الموسومة صفحة. إذن هذا الكتاب هو نصوص غريبة. بعد قليل سنوقع هذا المجموعة الشعرية التي تتضمن قصائد باللغة السريانية واللغة العربية، وهذا بحد ذاته يعتبر إنجاز ونقلة نوعية حينما نرى بأن العديد من المجاميع الشعرية تتضمن بلغتين، اللغة العربية واللغة السريانية، مع الاعتزاز بالهوية التي يمثلها الكاتب في هذا النص. شكرا
لهذا الحضور البهي. شكرا لاتحاد الأدباء والكتاب السريان، شكرا للثقافة لأنها دائما تجعلنا أن نلتقي من جديد. الآن أنادي زميلي الشاعر نمرود قاشا ليقدم دراسة عن هذه النصوص، فليتفضل. مساءكم جمال صاحب نصوص غريبة. شكرا لحضوركم البهي في هذه القاعة المباركة. كلفني صاحب نصوص غريبة أن أكتب مقدمة لمجموعته هذه، فكتبت الدراسة التالية التي هي بعنوان برزان عبد الغني لا غرابة في نصوص غريبة. أقول فيها: العرب قديما أسموا الشعر بالآداب الرفيعة لأنه يصور ما يهدف إليه الخيال مستهدفا ألفاظا مريحة وغنية بالأوصاف والمعاني. وأصبح الشعر عندهم كلاما موزونا يعتمد على وجود قافية مناسبة لأبياته. أما حديثا فقد تحرر النص من الالتزام بالقواعد الموروثة من القصائد التقليدية، وأصبح عبارة عن نص تهجيني يمتاز بانفتاحه على الشعر والسرد والنثر الفني، إلا أن له إيقاعا داخليا منفردا الذي دفعني إلى كتابة هذه الأسطر. هو عنوان المجموعة نصوص غريبة، فالعنوان هو عتبة للدخول إلى النص أو مجموعة النصوص التي تضمنتها المجموعة. الخاص والشاعر عندما يضع عنوانا لعمله لا بد أن تكون هناك خيوط تربطه بهذا العمل، فيكون هذا العنوان مفتاح العمل الذي يسمح لنا بالدخول إلى عالم النص ويواطئه. فإن فهمنا لبعض النصوص أصبح يتوقف بشكل كبير على فهم عنوانها أو بالعكس. يقول الخاص والروائي داود سلمان الشويري في تعريفه للعنوان: ومن هذا المنطق نذكر بأن للعنوان دورا بارزا وكبيرا وفعالا في توجيه القراءة والسماع، لأنه يعتبر بؤرة تتجمع فيها دلالات النصوص الشعرية في مجموعة. إذا كان هذا العنوان عاملا لكل المجموعة، لهذا نراه قد نال نصيبا كبيرا من الاهتمام عند التأليف أو في الدراسات النقدية الحديثة، ومنها نظرية القراءة. وعليه فإن مفهوم قوسين غرابة لغويا وحسب ما يفهمها القارئ هي ما يحيد عن المفهوم العام أو عما هو معتبر معقول أو خارج عن المألوف، يأتي عن حالة انفعالية وإحساس يتعلق بعدم الراحة والطمأنينة. ولكن ما وجدته في نصوص برزان عبد الغني الوضوح، الشفافية، صور شعرية جميلة، مفردات بسيطة تستطيع من خلالها الدخول إلى عالم الشعر بدون حواجز. نستمع ما دونه هذا نص للبرزان: أحضر معي كل الهلوسات، كل الأبرياء والمذنبين، وأنقش أسماءهم على ظهري بجانب آثار السياق، أقترب منهمكا
غير مدرك لهويته. اجوا اثوالا حفل توقيع دكتاوى خاصة محورة برزان عبد الغني شم دكتاوى اهو ديوان نصوص غريبة صحاحي نخراياثة انكم ترجمخ السورث اني نصوص كثيوة بلشانة عرباية تقريبا تشعو اسري شحياثة بلشانة عرباية وشفنا شحياثة خلنا انها بلشانة سورث لشان السورث وكثيوة بسرطة مع رواية كان 20 ون أني قصائد محورة برزان أكيد خمندي خاثي لغذا برسوت خذتي له بأرخد صبروثة سوريته لا خاز دها كثاو خاثي بس أخم بين محورة برزان بأنه رخشت بهذه أرخة وكثول أني نصوص 5 نصوص هنا كاثوا باني نصوص بأنه كم حاكى عن تاريخ بغداد كم حاكى عن تاريخ داوهاثة وسواثة دخ رخموثة بغداد كذلك يعني إتاثة بغداد تاخر حيلة من ديان يرثوثة بغداد تاخيرها بأني مشحياثة ديده فخمندي خاثل وخمندي مفسخ أنت هاويلا هدخ محور تكفي بلشانة سوريايا فمحور برزان عبد الغني عليما خاثله برسئل بهذه أرخاد محرة سوريايا وكثولة من ديانة بسيمة وقتلن أخني ثورة وأمل أنت قادم من ديانة خنت هاو متواصل وتهاو لشانة سوريايا أهو دافع تغدالي هايبة كاثو عن تاريخ بغداد عن كلها من ديانة اختير دينا بغداد إيذواثا يوماثا بسيمة دخازخ آخر بغداد كذلك هم عبارة عن مأساة بغداد بهذه سرخانة أو محرقة يحصل بغداد كم تأخيرة بأني مشوحياثح وأخني كم قد مخلة تهنئة دا محورة برزان وهاوية بسيمة ملامح على السيرة الذاتية لبرزان. من منا لا يعرف عبد الغني جرجيس الشاعر الذي تمرد حتى على القصيدة؟ إذن برزان عاش في بيئة كانت تمتلك هذه البيئة شاعرا، وبما أن الشاعر ألعابه المفضلة هي الكتب فنشأ بين الكتب وعاش مع هذه الكتب، ومن ثم تطور من المرحلة المبكرة إلى المرحلة الأخيرة التي وصل إليها بهذه الشاكلة من شاعر إلى إعلامي إلى مذيع وإلى أيضا ناشط. ومن هذا المنطلق نود أن نذكر للعالم بأن بغداد هي مدينة ولادة ومدينة معطاء، وبالرغم من كل التحديات التي تواجه هذه المدينة إلا أنها تنبض دائما بالحب والسلام. لا أريد أن أقرأ كثيرا من هذه النصوص الغريبة، لكن سأقرأ ومضة، وهذه الومضة أتمنى أن تكون عنصر تشويقي بعد أن ننادي برزان ليقرأ لنا وليحدثنا عن هذا الكتاب الأول أو هذا الابن الأول. لكل شيء ضريبة، لفرحي ضريبة، لأملي ضريبة، لحلمي ضريبة، ولحزني ووجعي قصائد كثيرة. أنادي الآن الشاعر والإعلامي نويل جميل أيضا ليقدم دراسة أخرى عن هذه النصوص. شنبكم الأخ العزيز، أهلا وسهلا بحضورنا الكرام في هذا المحفل الأدبي. الحقيقة الحديث عن شعر برزان حديث له شجون، فالشعر هو الشاب الواحد في المجال الأدبي وإطراءه للمشهد الأدبي في بغداد واضحا من خلال نصوص غريبة. الشاعر سخر عمله الإعلامي لإغناء توجهه الأدبي في كتابة قصائده، فهو مجتهد استخدم آلياته لصناعة الكلمة
وصناعة الجملة اللغوية والنحوية والصورة الشعرية التي نلاحظها من خلال كتاباته. الحقيقة النصوص الشعرية 5 نصوص شعرية كتبت في هذه المجموعة باللغة السريانية الغربية بخط قرش عنوان. الحقيقة كتبت رؤية أدبية للنفس الشعري السرياني للشاعر برزان، سأقرأه وسوف يكون في متناول أيديكم بعد الانتهاء من المحفل الأدبي الذي هو في عنوان سرد في سيمائية متناسقة. غوص في الأدب السرياني لاستكشاف مكنونات القصيدة السريانية باللهجة المحكية السورية لدى الشاعر برزان عبد الغني، وهو القسم الثاني من مجموعته الشعرية المعنونة نصوص غريبة. يستلطف الشاعر في قصائده بيئته التي ترعرع فيها ومناخها الاجتماعي في إطار طوباوي تارة وإطار تجريدي تارة أخرى، فيرحل في خيالاته نحو أطر زمكانية يضع فيها الأرض محورا لترعيته وسياحته نحو الماضي بحنين يؤونه في تجلياته الكامنة بالاتكاء على صلابة وعنفوان الإنسان النهريني. تبدو للقارئ لأول وهلة من البساطة بمكان، فيستدرج متذوقي الشعر نحو سياحة جميلة وسوداوية بنفس الوقت ومؤطرة بأريج الماضي، حيث يمد جسورا افتراضية يصل فيها الماضي بالحاضر ويفتح في مخيلته آفاقا نحو مكان الآتي من الزمن. ففي قصيدته بهار تعني الربيع تتجلى فيها ثنائية الحلم والروح المتجونان في مخيلته الثابتة. نلاحظ الصور والرموز فيها تتقافز في إيقاع متناسق ما بين التراخي والتجديد في صناعة الألفاظ وبين العنفوان والبكاء على الأطلال. فرفة الحمائم والتلويع بأغصان الزيتون سمة لراية السلام في بلدته الوديعة بغداد. أما قصيدته جيال الخشبة البحث في الظلام يستجدي فيها في حلمه ملامح الأولين ممن صنعوا معجزات الأرض المضطهدة منذ أعماق التاريخ، ثم يستشهد بالنوابغ الراحلين في رثاء دراماتيكي أجاده الشاعر في بداية تجربته ومغامرته الجريئة والخطرة في مجاهيل الشعر. وقصيدته أخذان نقلة إحدى المرات، حيث يتبوأ الشاعر المنبر ليحكي خلجات قلمه ليشرع في بناء قصيدة تسمو وتكبر ثم تكبر لتصبح حكاية وطن. حكاية وطن قصيدته الأخرى من تامة من هناك يستنشق فيها الشاعر رائحة المطر ورائحة بخور المغارب في مشهد سيمائي متناسق آخر يتوغل في الخيال ليتدحرج نحو أطلال المدينة الفاضلة، حيث نلاحظ المبالغة في سرد مكنونات الجنة المفقودة، وهو يرمز بإصبعه ولسان حاله يقول هناك، فيلقي بإرهاصاته نحو حكاية جديدة يرسلها نحو الزمن الآتي. أما قصيدته روحي برحقة روحي في الغربة يناجي من بعيد، لا يعني البعد المكاني، ولكنه بعد ما بين روحه التي ترنو من بعيد مهلوسة ومتمتمة وبين القلب المتيم الذي ينفث زفرات الألم في مشهد تراجيدي يخفي قلقا لا يوصف. يبقى الشاعر يحمل في طيات روحه الوثابة بذرة
لكلمة مرتبكة تنتظم رويدا رويدا في بانوراما يسيح بها نحو قصيدة سريانية متجذرة ومتجددة. شلام لخون أنا شمي إلينين بلاماسو رابط بصيخة ونبغداية قد اتيا ونلخا الداها بعلة تيلي رماي إيدا كونش مشخاتي خاتا قشمة نخراية نصوص غريبة ماخورة عليما برزان عبد الغني جرجيس بشرارة خامدي رابا مبسخانة اللي قد بغزاية وخيتن تولداتي خاتي عليموتا شباب بكتاوة مشخاتي وصبروثة الرابا بوش بغدايوخ إيمنت لنا أخشي بالخوث بكثاوة لشانة سرقاية أو لشانة أرباية إينا بكتاونا أب لشانة ديان لشانة يما لشانة شرشاية ديان بداية أرخى عطروننا بث أركت سبرايوتا بني أمتان ليلة قد ليخ بيايا كتبي لعزة بلشانة خينة لا أي صبروتا لا إينا أخرا لشانا بشت لسنيقوت الداها من دي كتوي بلشانة خينة وكتوي أوب بلشانة قهذا آها ماخورة عليما جبارة برزان الرابة بمرقة إيو تشيبو عاشت إيدك قد بكتاوة صبروتا وبكتاوة بلشانا وتلي صورة قد أهلاوي كونش مشخاتي خرايدية إنا قامايا من شيشلتت كونش مشخاتي بتبارس له بدعتت ورابا بوش بغدايا قد بكتاوي بلعزة شابيرة بغدادي أني منن قد إنا مديلاني اختصاص بليشان السورد بغزايو قد لعزة بغدادي إلى لعزة وبوش أتيقة مجو لعزة بريشت إتلان بليشان السورد ونلكت وخبداها اللعزة بالتلقخلة وكل لعزة تلقخلة زبونة وخليشانة سورة لشانة يما لشانة شرشاية ديان الرابع خدايون قد كتاول بسورة وكتاول بلعزة بغدادة ومشخاتها الرابع رابع شابيرة خيد برزان وقتلي صورة قد آون مدري لخا قد كونش مشخاتة ريانا ديوخ. كنت جالسا في المقهى أطلع علي شبح اتضحت الرؤيا فكان برزان الشاعر الشاب أهداني مجموعته الشعرية نصوص غريبة أخذتها بهدوء وكانت هذه الورقة المادية. شيوع الغرابة وصنعة الاستجابة في نصوص الشاعر برزان عبد الغني. صدرت مجموعة شعرية للشاعر برزان عبد الغني بعنوان نصوص غريبة باللغة العربية. طبعت المجموعة في دار ماشكي للطباعة والنشر والتوزيع الموصل، تصميم الغلاف الفنان عمار بربر، تنفيذ باسم محمد، تنطيق علي عبد المنعم، التدقيق اللغوي الأستاذ نجيب حرش. ظلت المجموعة إهداء إلى الأرواح التي حلقت في عرس بغدادة وشكر وامتنان للذين ساهموا في طبعها. عدد صفحات الكتاب طبعا بالنسبة الكلي 93 صفحة، تضم 29 قصيدة بالعربي والبقية نصوص سريانية إضافة إلى النصوص السريانية. لقد سبقني زملائي شعراء نور قاشا الجميل بكتابتهم في استكشاف المجموعة نصوص غريبة، وأنا أيضا أضيف إلى جمالهم جمالا. إن شيوع الغرابة في قصائد برزان تصور لنا ازدحام ألفاظه في كل شيء نتوقعه كالورود مثلا، المغادرون، البياض، الخوف، النسيان، كلها تشترك وطن بلا مأوى أو ما يجيش في خلجات نفوسنا. إن فن البوح البناء نرتشف من كأس معنى الكتابة حد الثمانة. ربما القلب يتحول عنده إلى همسات من الصيف إلى شتاء بارد قد يتملكه الشعور بالألم فيأخذ البوح منه مأخذا مرة يلتهب وأخرى يشعل الأمل في سراج. وما زالت الدموع ترقرق في عيونه المفعمة بالحيرة. ففي صفحة 15 تظهر قصيدة بعنوان أطياف بيضاء التي يكرر فيها سؤاله بحرف أين، وهي ظرف نسبي ودلالة واقعة للمكان، فيقول أين الطريق؟ أين بيتي؟ أين أمنيتي؟ أين أحلامهم؟ أين قهقهاتهم؟ فهو يرمز إلى القاعة التي حدثت فيها مأساة بغداد. يلحق كل ذلك الصخب والظلام الرهيب أصوات تحملت نقوشها
لتزين السماء بصفائحها. هناك تلميحات لردبة الدفن وصلاة عبدي أنيح. أما قصيدة محاورة صفحة 18 فهي وقفة بوجه الشمس في زمن مطلق يحاول التشبث ثم التسلق، بعدها مرحلة الهروب، وما زال ظله يحاصره بأطنان من الرموز تتناثر فوق طبقه الفارق، وهو في حالة تنقل القصيدة لالتماس القصاص في عز الظهيرة. وقصيدة إدمان صفحة 22 ما هي إلا التعبير عن الاشتياق وجنون العاطفة بكل تجاعيده وبراءته. وفي صفحة 24 قصيدة قصيرة اعتلاء، حيث يقول: عندما اعتليت المنصة لم ألقي شعرا، بل ألقيت نظري على أحد المقاعد حيث يتمركز كوني هناك. ترك فراغا شاسعا من الكلمات والجمل للمتلقي ليرتجل ما يريد. أما صفحة 25 نرى قصيدة التذكرة الأخيرة فيها يقول: تحت ظلول كفي أمنية زرعتها وكبرت وحدي، كنت أتمنى لو قال ظلال بدل طلول كفي لكان أقوى وأعتى. نصل إلى قصيدة نصوص غريبة التي اتخذها عنوان لمجموعته. يلجأ الشاعر في صوره الشعرية هذه إلى تحريك الجمود عن طريق الشعر وجعله مواكبا للعصر بتنويع أشكاله الثقافية والفنية. عندما نقرأ هذه النصوص لا نشعر بالرتابة واصطناع مفتعل، بل تشرق تلك الغرابة عند هذا الشاب كونه تخلص من قيود الوزن والقافية ودعا نفسه إلى النص المفتوح، كما هو واضح في قصيدة بلا وطن صفحة 31 يقول: وحيد بلا مأوى وفي وطنه تصبح الأضواء خافتة، فهو يمطر قلب الفقير بعلاقاته الاجتماعية لينتشل أوراق قصائده من مستنقع البلادة. وفي صفحة 34 قصيدة الغليان يقول: عندما أمطرت طبعت قطرات على جبيني، هذه القطرات أنبتت نصب الحرية وساحة التحرير، صورة جريئة وملفتة للنظر. تليها صفحة 37 بقصيدة خوف يقول: ما زلت أخاف والخوف ينظرني كسحابة مسلوبة الإرادة يقودها الهواء حيث يشاء. هذا الخوف بدأ يطارد الشعر مذ فقد أعز إنسان له، ألا وهو الأب الشاعر الذي ترك طلاسمه في سفر النسيان، عله هذا الخوف يبصرها يوما ما. نأتي إلى قصيدة تنصيف صفحة 41. ينوي الشاعر بأن فقدان الأب ترك حاجزا كبيرا فيما بينهم، قسم يبغي البقاء والقسم الآخر رحيل. وهكذا في قصيدة إبرام نرى الشاعر ابتعد عن اليأس والسكون، بل أصبح دنيا تداعب ابتسامة حبيبته بقانون الرومانسية ونظراته البريئة لحبيبته التي بلغ حبه لها ما بين الأرض والسماء. كنا اليوم في هذا المحفل الذي تم فيه إقامة حفل وتوقيع مجموعة شعرية نصوص غريبة للشاعر والإعلامي المبدع برزان عبد الغني. طبعا هذه أول مجموعة للشعر. المجموعة اتسمت بنصوصها الجميلة وبحبكتها الشعرية، أيضا تواردت الكثير من الصور الشعرية التي تضمنتها هذه النصوص. الشاعر برزان قام بتجربة جديدة وهي جمع نموذجين من النصوص الشعرية، وهي النصوص الشعرية بلغة عربية والنصوص المكتوبة بالسريانية. تمنياتنا للشاعر برزان بالأجمل في القادم، وإن شاء الله بتميز وإبداع أكبر.